السلام عليكم، أنا أحمد سمنة. راح نشتغل اليوم مع بعض سيالات أو لزاقيات، طبعا بالسمن العربي الفاخر. خليكم معي وتابعوني علشان أمتعكم بالسمن العربي. حياكم الله. مقادير العجينة راح تلاقوها بالرابط فوق في قناتي. عندنا مي، طحين بر، طحين متعدد الاستخدامات، حليب بودر، وعندنا ملح. هاي المكونات تبعت العجينة صارت كلها بالخلاط، راح أخلطهم ونرجع لكم. هاي عجينتنا جاهزة، بس لازم نريحها 10 دقائق على الأقل. طبعا اول خبزه راح تنكب حتى احنا نضبط حراره القلاي. زيدوا سمن عشان ما تلزق معاكم. يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. اوبا للتحضير سمن عربي، جوز الهند محمص بدون اضافات، يعني حمصوه بدون سمن، بودر سكر بودر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. اول شيء بتدهنوها بالسمن العربي. طبعا هاي اكله شتويه بامتياز، كثروا سكر لانه السكر صراحه بيجيب طعمتها. ان شاء الله. هاي الطبقه الثانيه. هاي لزاقياتنا صارت جاهزه. هاي مكسراتنا ما شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام يا سلام. خلينا نذوق. بسم الله الرحمن الرحيم. مكسرات يا يمه. هيل نكهة، طعم، لون، قوام، بس ناقصها اشي واحد، القهوة العربية. راح نسويها مع بعض، خليكم معي. اللي ما بيعرف يسوي القهوة العربية راح اعطيكم طريقة 100%. لتر مية حارة بتغلي، بتزيدوا عليها 80 غرام قهوة وبتخلوها تغلى على نار هادية 10 دقائق. هذا اول شيء. بسم الله. طبعا في طريقة احترافية انه بعد 10 دقائق تعرف انه القهوة العربية استوت او ما استوت. شو الطريقة؟ انه بتسمع صوت المي اللي قاعدة بتغلى، القهوة عفوا، وهي قاعدة بتغلى بتصير تعطيك صوت خرير المياه، يعني مثل الغدير لما يمشي. بهاي الطريقة لما تحط اذنك بتحس انه في بقبقة. طبعا هاي طريقة احترافية، مو اي شخص بيعرفها يعني. قهوتنا صارت جاهزة، واسمعوا الصوت اللي قلت لكم عنه. بسم الله ما شاء الله. يا سلام، ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك. شوف اللون. لزاقيات مع القهوة العربية فوق الفخامة. ألف صحة عليكم، جربوه واعطيني رأيكم. تحياتي.